ساحة عمومية جميلة جدا في قلب موسكو تحمل اسم زعيمنا، زعيم الوطني، مؤسس الدولة الجزائرية، أقول الأمير عبد القادر. شكرا مرة أخرى فخامة الرئيس. للتاريخ فقط أذكر أن القيصر نيكولا II أهدى للأمير عبد القادر وسام النسر الأبيض، وفي عهد الرئيس بوتين أهدى لنا ساحة عمومية للأمير عبد. غادي تعرف الدولة الجزائرية في العهد ديال بولوغين ابن زيري واحد النوع من الاستقرار اللي غادي ينتج عليه واحد الازدهار كبير على جميع المستويات الاقتصادية، الفكرية وحتى الحضارية، بحيث انه العديد ديال المدن غادي يعرفوا واحد التطور ملحوظ، امثال مدينة اشير مثلا اللي غادي تصبح هي العاصمة ديال الدولة، وكذلك المدن ديال القيروان وديال تلمسان اللي غادي يعرفوا واحد النهضة الفكرية الأكيدة. كذلك بولوغين بن زيري هو اللي غادي يأسس هذيك المدينة الصغيرة على الساحل الشمالي من الدولة ديالو في المناطق اللي كانوا تابعين للقبائل الأمازيغية ديال أيتم زغناي، واللي غادي تصبح معروفة لدى المؤرخين والجغرافيين ديال هذاك الزمان باسم الجزائر بنو مزغناه. فهاد المدينة الصغيرة ديال الجزائر بنو مزغنة هي اللي غادي تكبر وتطور طيلة القرون اللاحقة، وتصبح هذيك المدينة الكبيرة اللي تنعرفوها اليوم باسم الجزائر العاصمة، واللي غادي تعطي الاسم ديالها للبلاد بكامل. وبالرغم أنه الاسم ديال الجزائر بانو مزغنه هو موثوق ليه وحاضر في العديد ديال المصادر المؤرخين والجغرافيين الكبار أمثال البكري وبن حوقل والإدريس السبتي وغيرهم، إلا أنه كاين هناك واحد الفرضية أخرى ذات مصداقية تتقول لنا بأنه تسمية الجزائر هي مشتقة في الحقيقة من هذه السلالة الزيرية اللي حكمت البلاد بطريقة مستقلة ابتداء من أواخر القرن العاشر. فالأدلة على هذه القضية هذه متعددة، أولها أنه المؤسس الحقيقي والأول ديال المدينة هو بولوغين ابن الزيري، ثانيا أنه ما كاين حتى شي جزيرة ذات أهمية ما عدا بعض الصخرات الصغيرة على الساحل الجزائري، ثالثا وبالرغم أنه بالعربية تتكتب بالجزائر بالجيم إلا أنه الأغلبية الساحقة ديال الناس تتنطقها بالدزاري يعني بالدال والزين. غادي توصل الدولة الجزائرية في العهد ديال بولوغين ابن زيري لأقصى التوسع. ديبورمون أولا دولة بيجو في هذه الفترة التي تميزت باضطراب كبير جدا في الجانبين بالمناسبة. اعترفت هذه المعاهدة بسلطة الأمير عبد القادر على مساحة تقدر بثلثي الجزائر الحالية، بينما ترك الفرنسيون لأنفسهم الشريط الساحلي بحواضره الكبرى كوهران والجزائر. جعلت هذه المعاهدة ثورة أحمد باي في الشرق وحيدة في وجه قوات الاحتلال القادمة بكثافة من الغرب. بعدها بأشهر قليلة تسقط مدينة قسنطينة نهائيا بعد سنوات من المقاومة. معاهدة التافنة في اعتقادي أنها جزء من بعض المثالب التي يمكننا أن نشير إليها في مسار تاريخ هذا الرجل. الواقع يتجلى في أنه بمجرد أن وقع معاهدة التافنة تمكنت القوات الفرنسية من نقل كل قواتها تقريبا باتجاه الشرق والتخلص من الأمير عبد القادر أو التخلص عفوا من أحمد باي، وهذا ما يفسر في هزيمة أحمد باي في 1837 في أواخر 37 ولم يهزم في المعركة الأولى في عام 36. أحمد باي نفسه يصرح في مذكراته أن الأمير عبد القادر قد أقام معاهدة التافنة في 30 ماي من أجل أن تقوم فرنسا بالقضاء عليه، لأن الأمير عبد القادر كان لا يعترف بأحمد باي لأنه يعتبره امتداد طبيعي جدا لهذه الدولة الردية التي تسببت في احتلال الفرنسيين لهذا الوطن. Ma famille était sous la coupe. Hadj Ahmed Bey, que vous le vouliez ou non, les autres là qui nous disent oui c'était un ottoman, c'était son arrière-grand-père, c'est ton grand-père qui était turc. Et lui, il est kabyle et il y a eu des alliances avec les Hananchah, avec les Chiaoués.
Je connais quand même bien mon histoire, quand même. L'histoire de ma famille, c'est pas vous qui allez quand même me l'apprendre. C'est le monde à l'envers. Par contre, Abdelkader, lui, que vous vénérez, le Oboudia, que vous faites du pseudo-arabe, hein, هو اللي تقب جدي، هو اللي تقب حاج أحمد باي، هو اللي تقب جزائر بالوخده ديالو تريتي تاع الطافنه، تحبوا ولا تكرهوا تطلعوا للسماء وتعاودوا تحبطوا. Nous sommes sur une place ici symbolique dans cette librairie, celle d'un héros du peuple algérien qui s'est battu contre la France, Abdelkader. La force de ce héros algérien, c'est qu'il a su ne pas s'enfermer dans le passé. C'est qu'il a su ne pas s'enfermer dans les pages les plus sombres. Il est devenu ami de la France. Soufi, il a protégé les chrétiens. Et il a voulu construire un vrai nationalisme algérien en regardant l'avenir et en n'étant pas l'otage de son propre pays. Les goumiers, les spaïs vont camper autour de l'oasis. Tout le long des bambous, les soldats dressent les marabouts. Au loin l'horizon s'embrasse d'or, le soleil s'enfuit et tout s'endort. Le tam-tam dans la nuit, sourdement fait entendre son bruit. À travers le grand Sahara. راهم حشرونا هرب، رانا مستعدين نموتوا باش نحميوك. نروح للصحراء، نبقى وقت، راهم يجيو يخربوا بيوتنا ونسانا وولادنا واللي بقى لنا من المجاهدين. ما بقى لنا غير استسلام. وأعلنوا أن الماسونيين الليبراليين واليهود هم شيء واحد، وضعوا بينهما إشارة المساواة، ولكن في الواقع لم يكن ثمة ما يجمع بين الطرفين ولا يمكن أن يكون، وإلا لأمكن توجيه تهمة التورط في مؤامرة يهودية ماسونية عالمية إلى أي ماسوني في العالم، وضمن مؤسس حركة التحرر الوطني في الجزائر الأمير عبد القادر، فقد كان ماسونيا نشيطا، الأمر الذي كان معروفا عنه طيلة حياته. وهل ثمة وثائق تثبت ذلك؟ على أقل تقدير هناك وثائق وقوائم منشورة بهذا الخصوص، ومن المعروف أنه حاول إقامة علاقات مع الليبراليين الفرنسيين في باريس، وسعى كي يخففوا من وطأة النظام الاستعماري الفرنسي في الجزائر، لكن بعض المعلومات تشير إلى أنه كان عضوا في محفل الإسكندرية الماسوني عندما كان في المنفى. وهل كانت هناك شخصيات أخرى بحجمه من العرب والمسلمين من الماسونيين؟ لا شك في ذلك، لكن يجب دراسة الأرشيفات. أنا متخصص بالماسونية الروسية أساسا. وانتم العرب كفار والمسلمين كفار ومارقين، وان محمد ما هو نبي. قالوا لي بهالشكل، والقران قالوا لي هذه شريعه حمورابي. كذابين انتم، ما في قران. الله عمره ما يخاطب العرب. ليش؟ لان العرب حقراء، ما يخاطبهم الله. الله يخاطب اليهود بس وبني اسرائيل والمسيحيين.